في القضية، لأنه مباشرة هذا الخطاب أتى بعد هذه المهزلة التي وقعت في مجلس الأمن وإقرار أو اعتماد القرار الأمريكي، رغم الدبلوماسية الجزائرية صححت ما يمكن تصحيحه ضمن هذا القرار. وثانيا من كان يقول بأن الطرف المغربي صادق، لأن الجزائر لو التمست مصداقية في هذه الدعوة المغربية لكانت توجهت وفتحت صدرها ويدها. يحبس علينا المخدرات قبل ومن بعد. هنالك عديد النقاط التي ربما تذكرون أيضا عندما اجتمع الرئيس الجزائري بالرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس في ليبيا، كان قال أن هذا الاتحاد المغاربي مفتوح لموريتانيا ومفتوح حتى لكل الأطراف، ولكن لا يمكن أن نضع ثقتنا كما كان يقول الأستاذ خليفة في طرف يضع يده الثانية مع العدو، وأتى بهذا العدو إلى المنطقة ودخل معه في تحالفات عسكرية، تحالفات سياسية، اقتصادية، ثقافية. يعني المغرب قام بالتطبيع بكل أصنافه وألوانه وأشكاله، فلم يدع أي مجال لأن تثق فيه مرة أخرى، ناهيك على أن الجزائر بما وقع اليوم في مجلس الأمن، ورغم محاولة البعض يعني تقديم الصورة على أنها عزلة، بالعكس أنت تتخندق مع الشرعية الدولية. أنت تقبل أن يقال عنك عزلت في إطار أو في صف الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا داخل في موتل ومبادئ نوفمبر التي نحتفل بها اليوم. لأنه الجزائر لا يمكن أن تكون الجزائر نوفمبرية إذا ما داست على مبادئ تؤمن بها وثوابت تؤمن بها، وهي حق الشعوب في تقرير مصيرها. وهذا ليس مقتصر على الشعب الصحراوي، وإنما في كل القضايا التي كنا نلمس فيها العدالة. أستاذ خليفة، الجزائر من خلال الموقف اللي داتوه في الأمم المتحدة بينت للعالم أنها ماهيش ذيل من ذيول أمريكا، لأن كاين دول اللي تعتبر نفسها كبيرة ومشات في ذيل الأمريكا. ما نتكلمش على الإمارات ما نتكلمش عليها، نتكلم حتى على فرنسا اللي هي دولة نووية وما مشات الآن، مشات كثير من الدول مشاو في هذا السياق تاع أمريكا. الآن باش تروح للأمم المتحدة وترفض أنك تمشي في الخيارات وفي السياق اللي دارته الولايات الأمريكية المتحدة ماهوش بالسهولة. الجزائر سعات في الأمم المتحدة أنها تغلب بالكفة في الطرح تاعها في تقرير المصير وما إلى ذلك من الأمور اللي جابتها، ولكن الشرعية الدولية أو ما يسمى بالشرعية الدولية اللي فقدت شرعيتها بعد ما خرجت مثل هذه القرارات بطرف واحد، خلات هذه الشرعية مهزوزة وما عندهاش حتى بروحها ما عندهاش شرعية. وبالتالي اليوم أنا نقول للرسالة هذه أو للكلمة اللي قالها الملك حسن السادس، نقول محمد السادس عفوا، يعني والله غير أو جاي حسن الثالث محمد السادس إلى كما يقول واحد المثل عندنا في يقول إلا راك باغي تخدم سقم روحك، إلا باغي تخدم سقم روحك، لأن الشعب الجزائري فايق والسلطة فايقة والناس كلها فايقة. التطبيع تاع المغرب باش نديرها بين قوسين ونختم، التطبيع تاع المغرب نوعي بالنسبة للتطبيعات حتى اللي راهي كاينة في العالم الآن. الدول العربية المطبعة دايرة لظروف كذا. التطبيع في المغرب أصبح الصهاينة يسيروا تطبيق 5 نجوم أيوة يسيروا المغرب، خرجوا مغاربة من منازلهم واعطاوها الصهاينة. الآن هما مستولين على القرار في المغرب. الإنسان اللي كان يتكلم اللي هو محمد السادس اللي كان يتكلم موش لسانه، وبالتالي اليوم هذا الكلام مردود على مواليه. طيب. اليوم الجزائر عندنا حدودنا، احنا ماناش في نزاع معها، ماناش في نزاع حتى يجوا يسووا الوضعيه. احنا رانا في حدودنا وانتم راكم في حدود، احنا ما نتحداو عليكم وانتم ما تتحداوا علينا. طيب الان الدور الامريكي، نتصور عبد الرحمن صالح الدور الامريكي مسعد بولس عاود دار حوار هذا الاسبوع وعاود ذكر بانه الحل مع الجزائر والمغرب سيكون فتحنا حوارات ثنائية على انفراد مع كل دولة، ثم سيكون حوار على طاولة واحدة،
ويبدو يعني واثقا من نفسه. يعني مسعد بولس اللي هو مستشار الرئيس الامريكي وسيره في الان ذاته. فما السيناريوهات الامريكيه المتوقعه في ظل يعني ما قال محمد السادس انه حوار جدي يدعو، وهذا الاعتماد على القرار الامريكي الان؟ ما راح تكون هناك سيناريوهات كثيره. علاش نقول هذا الكلام؟ لان قضيه الصحراء الغربيه، ونقول هذا الكلام عن اطلاع، بالنسبه للاداره الامريكيه هي مساله هامشيه. علاش مساله هامشيه؟ احنا ممكن نتفاجأ لما نشوف مسعد بولس مبعوث امريكي للمنطقه يتكلم على الصحراء الغربيه وغيره، وهذا الدعم في مجلس الامن ومشروع قرار امريكي وغيره. ناخذ شاهدين فقط. الشاهد الاول هو حديث ويتكوف منذ بضعه ايام او بضعه اسابيع، اللي يتكلم على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب. الحديث تاع ويتكوف كان المده ديالو ساعه، ولكن في هذه الساعه كامل حديثه عن الجزائر وعن المغرب وعن الصحراء الغربيه لم يتعدى 8 ثواني محسوبه. 8 ثواني، خصص من الساعه 8 ثواني فقط للحديث عن هذه المشكله.